بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موقع عبد الرحمن طلبة، أساس تاريخ وجغرافيا. حبايبي تانية إعدادي، بإذن الله تعالى هنكمل النهارده بقى مع بعض تالت درس في الجغرافيا، وهو الثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي. يلا بينا. سبحان الله، ربنا أنعم على الوطن العربي ما شاء الله ثروة حيوانية متنوعة. الثروة الحيوانية ديت بيتم استخدامها استخدامين، يا إما استخدام بشري اللي هو أكل وشرب اللي هو كعنصر غذائي، يا إما استخدام خاص بالصناعة بحول الثروة ديت إلى صناعات. طب الثروة الحيوانية والسمكية الموجودة عندي بتتقسم عندي إلى كم قسم؟ قال لك بتتقسم عندك إلى 3 أقسام، اللي هو الحيوانات والدواجن والأسماك. طب الحيوانات، قال لك الحيوانات دي بتربى على حاجة اسمها يا إما الحشائش الطبيعية يا إما حاجة اسمها الأعلاف الصناعية. الحشائش الطبيعية دي اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حشائش اللي هي السافانا والاستبس. طبعا الحيوانات التي تربى على حشائش السافانا والاستبس بتسمى المنطقة دي بيسموها المراعي الطبيعية. فالمراعي الطبيعية هي الحشائش التي تنمو طبيعيا دون تدخل من الإنسان، والحيوانات بيتربى على هذه المراعي. وخلي بالك اللي بتتربى في المراعي دي حسب كثافة المرعى، يعني مثلا لو المراعي كتيرة يبقى الحيوانات هتكون كتيرة، والحيوانات اللي هي الضخمة. يعني مثال على ذلك عندك مثلا المراعي قلنا اللي هي الاستبس والسافانا. الاستبس ديت اللي هي المراعي المعتدلة، موجودة فين؟ في شمال الوطن العربي. بيربوا عليها ايه؟ بيربوا عليها الاغنام والماعز اللي هي حيوانات اللي الصغيرة. تعالى بقى في المراعي اللي هي الحارة اللي هي السافانا، فين؟ في جنوب الوطن العربي اللي هو جنوب موريتانيا، جنوب السودان، جنوب الصومال، جنوب غرب شبه الجزيرة العربية اللي هي منطقة اليمن. دي بنربى عليها الابقار والاغنام. يبقى خلي بالك المشترك ما بين السافانا والاستبس اللي هي حته الايه؟ الاغنام. طبعا الخريطه عندك هتلاقي ان كل او معظم الدول بتاعت الوطن العربي عندها الحيوانات، سواء كانت اغنام، ابقار، ابل، ماعز وجاموس. طبعا الدول العربيه اللي عندها المراعي بالترتيب: السودان، صومال، جزائر، ثم المغرب. يبقى السودان هي اول دوله عندها مراعي طبيعيه. نيجي بقى لاهم الحيوانات اللي موجوده عندنا. اولا الاغنام. طبعا الاغنام اكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، نظرا لفقر المراعي الطبيعيه، لان احنا اصلا ما عندناش اللي هي المراعي اللي هي السافانا او الاستبس بكثره. احنا اصلا مناخ الوطن العربي معظمه صحراوي، اللي هو 80% من الوطن العربي صحراوي، فبالتالي معظم اصلا النباتات اللي موجوده عندك هي نباتات صحراويه مش حشائش. انت الحشائش بس يا اما فوق يا اما تحت. فبالتالي اكتر حيوان موجود عندنا في الوطن العربي هو الاغنام بسبب فقر المراعي. ودي موجوده فين؟ قال لك موجوده في السودان والمغرب والجزائر. نيجي بقى للماعز. الماعز طبعا بتركز تربيتها في الصومال والسودان. الابقار هتلاقيها برضو عندك في السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال. خلي بالك انت هنا ذكرت دوله واحده بس في الابقار، دوله اسيويه اللي هي سوريا. نيجي بقى للجاموس. الجاموس عشان بيحتاج ظروف معينه في تربيته هتلاقيه موجود في مصر والعراق. فين؟ على ضفاف الانهار، على جانبي الانهار، على السهول الفيضيه عند الانهار في مصر والعراق. ليه؟ لانه بيحب الميه الكتيره زائد المناخ اللي هو المعتدل. خامس حيوان عندي اللي هي الخيول العربيه الاصيله، طبعا دي في مصر والمغرب والعراق. اخرا الابل، طبعا دي موجوده في السودان وبعض الدول العربيه. والوطن العربي عندك مشهور بسباق بيسمى بسباق الهجن. لو انتم بتتفرجوا على اللي هي دبي الرياضيه هتلاقي في ابل او جمال تقعد تجري، اللي بتقعد تجري دي. خلي بالك اكثر الدول اللي عندها السباق ده هي الامارات ثم السعوديه ثم مصر. طبعا هنستنتج من الكلام ده كله ايه؟ ان اكتر دوله عندها ثروه حيوانيه هي دوله السودان. خلي بالك طبعا قبل تقسيمها، طبعا السودان اتقسمت سنه 2011، اتقسمت الى جمهوريه السودان فوق اللي هي العربيه وجنوب السودان اللي هي الافريقيه مش عربيه. نيجي بقى للسؤال التقليدي وهو اهميه الثروه الحيوانيه. بما تفسر اهميه الثروه الحيوانيه، طبعا الحيوانات اولا مصدر غذاء الانسان، بتديله طبعا اللي هو اللحوم الحمراء ثم الالبان. تاني حاجه بتديني الماده الخام. ايه الماده الخام؟ عشان ادخلها في الصناعه. زي ايه مثلا؟ زي الجلود هصنع منها لبس. عندك مثلا الالبان اصنع منها جبنه. ثالث اهميه عندي ان هي بتساعد في عمليه النقل واعمال الحقل، لان خلي بالك الراجل اللي هو الفلاح بيبقى معاه الحيوانات ديت بيساعدوه في الزراعه والكلام ده كله في عمليه النقل. اذا اهميه الحيوانات او اهميه الثروه الحيوانيه عندي 3 حاجات: غذاء، مواد خام، واعمال النقل والحقل. طب علشان الحاجات دي مهمه بالنسبه لك لازم اهتم بيها، وعلشان اهتم بيها هتزود لي الثروه بتاعتي، يبقى في تنميه، يبقى في زياده. طب علشان اهتم بقى بالزياده ديت او علشان ازود الثروه الحيوانيه بعمل ايه؟ قال لك اعمل حاجتين. اول حاجه الرعايه البيطريه اللي هو اهتم بالرعايه الصحيه بتاعتهم، زائد ان انا اعمل حاجه اسمها تحسين السلالات. ايه تحسين السلالات ديت؟ احاول مثلا اهجن
السلالات ما بين بعضها البعض. يعني مثلا مثال على ذلك، في بقر مثلا البرازيلي يعتبر من اشهر انواع البقر، اجيب البقر البرازيلي ده واجوزه بالبقر اللي هو المصري، يديني سلاله افضل وسلاله احسن، وهكذا. دي اسمها تحسين السلالات. تاني حاجه عندك وهي الدواجن. الدواجن طبعا بتربى في المزارع، خلي بالك. اكبر الدول العربيه في انتاجا للدواجن هي السعوديه، ثم مصر، ثم تونس. الدواجن اهميتها هي بديل للحمه الحمراء، لانها بتسمى اللحمه بيضاء، زي بناخد منها البيض. ثالث بقى حاجه عندك وهي الاسماك. طبعا الثروه السمكيه يعني ذات اهميه لا غنى عنها، والوطن العربي ما شاء الله مليء بالثروات السمكيه. نظرا ليه؟ نظرا ان هو عنده ما شاء الله سواحل، بحار ومحيطات وخلجان وانهار وبحيرات ومزارع سمكيه، فبالتالي المفروض يبقى عنده ثروه سمكيه كبيره. الوطن العربي من قديم الازل عارف هو اهميه الثروه المائيه من اسماك واحجار وشعاب مرجانيه والكلام ده كله. حلو. طب السمك مهم ليه؟ طبعا هو بيدي لك ان هو مهم نظرا ليه؟ نظرا ليه؟ اولا بيمد السكان بغذاء بروتيني، بيديني بروتينات تحميني من الامراض، لان خلي بالك دايما حتى الناس اللي هم الجيماويه يقول لك ايه دايما، لازم تاخد قدرك من البروتين. ليه؟ عشان البروتين بيعمل يعني اعاده، بيعمل ريكفري للجسم والكلام ده كله. يبقى اول حاجه ان هو بيديني البروتين، اتنين بيعوض النقص اللي هو في الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني، ثالث حاجه بيخش في الصناعه، زي الصناعه بيسموها حفظ وتعليم الاسماك، اللي هي خلي بالك زي التونه. نيجي بقى لمصايد الاسماك. طبعا هو مديك خريطه لمصايد الاسماك، لازم اركز فيها قوي على المصايد هي موجوده فين وانواعها. يعني مثلا انت عندك كام نوع من المصايد؟ عندك 4. عندي المصايد البحريه، عندي البحيريه، عندي النهريه، عندي المزارع السمكيه. طبعا المصايد البحريه اللي هي بقى المحيط الاطلنطي، بحر متوسط، بحر عربي، خليج عربي، خليج عمان، خليج عدن، محيط هندي، كل الكلام ده خلي بالك. اكبر الدول اللي عندها المصايد البحريه مغرب، مصر، عمان بالترتيب. نيجي بقى للبحيريه، المناطق اللي موجوده في مثلا مصر فيها البحيرات الشماليه اللي هي اللي فوق، اللي هي البردويل والمنزله والبرولوس وإيدكو ومريوط. عندك في النص بحيره بيسموها بحيره قارون في الفيوم. عندك تحت بحيره ناصر اللي هي موجوده في جنوب مصر. نيجي بقى للمصايد النهريه، عندك نهر النيل في مصر والسودان، عندك نهر دجله والفرات في العراق. اما المزارع السمكيه طبعا مصر. بس خلي بالك بقى، كل انواع المصايد مصر، يعني كل الدوله اللي عندها كل انواع المصايد مصر. انما اكبر دوله عندها انتاج سمكي هي دوله المغرب. ليه؟ لان المغرب بتطل على البحر المتوسط وبتطل على المحيط الاطلنطي، فبالتالي الترتيب كاكبر دوله بتنتج سمك: مغرب، مصر، موريتانيا، عمان، ثم اليمن. برغم ان الوطن العربي بيطل على مسطحات مائيه كبيره زي ما احنا عارفين، عندي اهوت مصايد وبحار ومحيطات، الا ان الانتاج السمكي قليل. نظرا لايه؟ نظرا ان عندي شويه مشاكل بتواجهني. المشاكل دي بتخلي الانتاج قليل، زي اولا ان الصيادين بيستخدموا اساليب بدائيه في عمليه الصيد، يعني بيروح يصطاد بحاجات بدائيه. طبعا الصيد البدائي ما بيزودش الانتاج. تاني مشكله عندي تلوث المياه، ان المياه ملوثه فالطبيعي السمك بيموت. تالت مشكله عندي ان الصيادين بيسيبوا حرفه الصيد ويروحوا يشتغلوا في حرف اخرى زي الصناعه وزي استخراج البترول. اخر مشكله بقى الصيد في اوقات ممنوعه، او استخدام شباك ضيقه. اللي هي الشباك الضيقه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الشبكه اللي بتترمى في البحر. طبعا الشبكه دي لو ضيقه بتاخد السمك الصغير اللي هو المفروض اصلا تسيبه، يعني ده المفروض تصطاد السمك الكبير، ما تصطادش السمك اللي هو صغير. طب نحل المشكله دي ازاي؟ اعكس بقى الكلام ده، اللي هو احسن احوال الصيادين، ارفع مستوى معيشتهم، ادربهم على استخدام الاساليب العمليه الحديثه، اوعيهم في مواعيد الصيد المناسبه، احمل ميه من التلوث عشان السمك ما يموتش، اهتم ببناء الاساطيل المجهزه والادوات العلميه الحديثه مع الثلاجات عشان السمك ما يعفنش، اخيرا انشئ مزارع سمكيه. وبكده اكون خلاص الدرس، ونستنى باذن الله تعالى الفيديو الجاي مع الدوله الفاطميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.